يحظى العسل اليمني بشهرة واسعة في الداخل والخارج، ويعده الكثيرون دواء ومقويا ومنشطا حيويا ومغذيا، مما جعل سوق العسل يتوسع يوما بعد يوم. مزايا ومميزات عديدة جعلته أجود وأشهر أنواع العسل في العالم، أغلى وأحلى ما يمكن أن يجودوا به، سواء كوجبة في مناسبة أو مكرمة لضيف أو هدية لعزيز يملك في القلب مكانا. فإنهم كذلك لم يهملوا فوائده الصحية باعتباره شفاء لكل داء حسب ما تورد عنهم، استنادا منهم على قول رباني نزل في كتابه الحكيم، إذ يقول سبحانه وتعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقد تزايد الاستثمار في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في العشر السنوات الأخيرة في اليمن بعد تزايد الوعي بأهميته العلاجية والاستشفائية. إيش الأضرار وإيش الأمراض المسببة لها وإيش المعوقات. فنحن لكن هذا من خلال الخلايا هذا الأمريكي الحديثات، يعني إن احنا نقدر نميز إيش الأسباب، وإذا كان الملكة موجودة ولا مش موجودة ولا قد ماتت ولا قرضت نقدر نستبدل لها ملكة أخرى. هذا الشم يحفظ إلى السنة القادمة ثم يعاد إلى النحل ابتداء من شهر 3 النشاط حق الشمع. بالنسبة للفراز هذا يكون كذا تغطيسه على الفراز الكهربائي، يكون بالطريقة هذه 12 حبة مساحة 12 حبة، وثم يقوم تحريكه